السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد. الحقيقة الفيديو ده إن شاء الله هنتكلم عن بعض التعليقات اللي بتوصل من أصدقائي المتابعين. الحقيقة كان في تعليق هو خلاني أفكر من أول وجديد، وخلاني أكون محتاج إن أنا أقعد مع نفسي أكتر وقت ممكن علشان أعيد ترتيب الأفكار وأعيد اتخاذ قرار في حاجات كتير. التعليق كان محتواه إحنا كمقدمين لعلم تحليل الشخصيات، علم الفراسة، أحيانا بنتسبب في ضرر نفسي واجتماعي لكثير من المتابعين. التعليق كان محتواه زي ما إحنا هنشوف دلوقتي إن إحنا بنقدّم علوم. العلوم دي في بعض المتابعين ياخدوا العلم أو ياخدوا المعلومة زي ما إحنا بنقولها، وبيبدأوا إن هم يطبّقوها على كتير جدًا من الأهل والجيران والأصدقاء والزملاء في العمل وبخلافه. وإن مش كل الكلام اللي إحنا بنقوله بيكون كلام حقيقي أو كلام واقعي، وإن ده ممكن يتسبب بشكل كبير جدًا في ضرر نفسي أو اجتماعي لأحد الأشخاص. فالحقيقة هم كانوا حوالي 3 أو 4 تعليقات من نفس الشخص. فطبعًا بالنظر في المحتوى التعليق نفسه، أعتقد إن فعلًا إحنا محتاجين نتكلم في الفيديو ده عن هل فعلًا علم الفراسة هو علم متخصص في كيفية تحليل الشخصيات من خلال ملامح الوجه، وهل فعلًا العلم ده حرام، وهل فعلًا العلم ده بالفعل ما ينفعش إن إحنا نتكلم فيه. خلّيني كده في الفيديو ده أشرح لحضراتكم معلومات بسيطة تقدر إن شاء الله من خلالها إنك تفهم أكتر وتاخد القرار بالفعل، هل أنت محتاج إنك تتعلم هذا العلم وتتعمق فيه وتصل إلى مرحلة أو مستوى الاحتراف، والّا يكفي إنك تعرف بعض المعلومات البسيطة اللي ممكن تساعدك في اكتشاف شخصية الآخرين. فلو أنت كنت مهتم إنك تتعلم لمستوى الاحتراف، فأنا هاقول لك تعمل إيه وإيه المطلوب وإيه العبء والعاتق اللي هيكون موجود على مسؤولية حضرتك. ولو أنت مجرد إنك عاوز تتعلم علشان يكون عندك بعض المعلومات اللي من خلالها تقدر تتعرف على شخصيات الآخرين، فلو أنت من النوع ده أو من النوع ده فأرجوك ومهم جدًا لازم تتفرج على الفيديو ده للنهاية، علشان أكون برضه خلّصت ضميري وما يكونش إن أنا باخبّي أي معلومة على حضراتكم. الحاجة الأولى والحاجة المهمة جدًا، وخلّينا نبدأ في نشأة علم الفراسة. علم الفراسة من العلوم المتخصصة في تحليل الشخصيات، وهذا العلم هو علم عربي أصيل. أول من تكلم في هذا العلم هو الدين الإسلامي كتير. أنا مش عايز أقول لك دلوقتي أدلة أو براهين، ولكن أنا عايزك أنت تبحث عن نشأة هذا العلم، عن المصدر الأساسي لهذا العلم. فصدّقني بكل أنواع البحث اللي حضرتك ممكن تعملها سواء على الإنترنت أو من خلال القراءة أو الاطلاع أو حتى السؤال لأحد المشايخ أو أحد العلماء المتخصصين، هيقول لك إن هذا العلم هو علم حقيقي، وإن هو بالفعل موجود، وإن هو في نوعين، في النوع اللي هو الفطري، إن يكون عندك أنت كشخص القدرة على إنك تتفرّس في شخص ما أو إنك تكتشف شخصية شخص ما بمجرد ما بتبُص في ملامح الوجه، أو بمجرد ما هو بيطُل عليك أو إن أنت بتشوفه. الجانب الآخر وهو الجانب المُتعلّم، وهو إنك إزاي تتعلّم أصول وقواعد هذا العلم. فالحقيقة لو أنت محتاج إنك تكون شخص محترف، فلازم تكون فاهم إن مش مجرد إنك اتفرّجت على إيهاب الغرباوي أو على أساتذتنا اللي بيتكلموا في هذا العلم، إن حضرتك هتكون بالتالي خلاص بقى عندك المعلومات. لإن أنا برضه خلّيني أوضّح، كتير جدًا من السادة أو أصدقائي المتابعين لمّا بيدخلوا يتواصلوا معايا سواء على الإنستجرام أو سواء على الفيسبوك أو عمومًا السوشيال ميديا بشكل عام، دائمًا هم بيذكروا لي إن هم متابعين عندي على القناة، ومتابعين عند أساتذتنا في قنوات أخرى، وإن هم مهتمين إن هم يتعلموا هذا العلم. ولكن خُد بالك صديقي إن حضرتك لو من النوع ده، فلازم تعرف إن أنت كده بتجمّع بعض من الملامح، وفي اعتقادك الشخصي إن قدرتك على تجميع هذه الملامح هتساعدك
انك تكون يعني مفرس، او عندك القدره على انك تتفرس في شخص وانك تظهر يعني صفاته واهم سماته. ولكن خليني اكون صادق معاك، مهما كنت بتتابع ومهما كنت بتذاكر علم الفراسه، واساتذتنا يعني اكيد هم يقدروا يعلقوا على هذا الكلام. علم الفراسة من العلوم الصعبة جدا، ومن العلوم مش سهل على أي حد إن هو يتعلمها أو إن هو يتقنها إتقان شديد. خد بالك ليه بقول لك إن في شخص يعني عنده بعض الملامح وعنده قدرة على تجميع بعض الملامح، وفي شخص محترف أو في شخص يعني عنده قدرة على بالفعل تحليل الشخصية تحليل شامل، وإن هو مش بس يحلل الشخصية، ده كمان يقدر يستخرج منها نقاط القوة ونقاط الضعف، وكمان الاتجاه للشخصية، وكمان يعني لو عنده مشكلة في نقطة معينة يقدر ان هو يوجهه ازاي يتخلص من هذه المشكلة. ولو هو عنده يعني قوة في شيء ما، او يعني يقدر بشخصيته انه يكون محترف، او يعني يجيد صناعة شيء ما، هو برضه هيوجهه ليه. فده الشخص المحترف او الشخص المتمكن من هذا العلم. فصديقي عايز اقول لك انك مهم انك تتعلم، وده شيء جميل، وبكون سعيد جدا لما حد بيتواصل معايا ويقول لي ان انا بتابع حضرتك وبتابع الاستاذ سين والاستاذ صاد، ويعني بيكون عندي معلومات، وبيدخل عاوز يعرف مثلا ملمح معين بيدل على ايه. طب اكون صادق معاك يعني صدقا وقولا، ان لو انت بعت لي وقلت لي الملمح ده بيقول ايه، فانا هقول لك الملمح ده بيقول ايه بالنمط الاساسي للملمح. ولكن هل الكلام اللي انا بقوله، او هل المعلومه، او هل الدليل اللي بيدل عليه الملمح ده ممكن يختلف على حسب صفات تانية وملامح تانية؟ ده بالفعل حقيقي، ودي المشكله اللي بيقع فيها كتير من اصدقائنا المتابعين المهتمين بتعلم علم الفراسه وتحديد الشخصيات. فصديقي مش كل ملمح هتشوفه هتقدر تحكم عليه زي ما هو. يعني انا على سبيل المثال لو شفت ان في ملمح واضح، فالملمح ده انا مش هقدر احكم عليه بالمعلومه اللي عندي كامله، غير لما اماتشنج بقيت يعني باقي الملامح او معظم الملامح على هذا الملمح، علشان اتاكد من ان هذا الملمح صحيح او لا. فعلى سبيل المثال ممكن احد المتابعين يتواصل معايا يقول لي مثلا حضرتك بتقول ان لما يكون طرف الانف ده بيميل الى الاسفل فده معناه ان هو شخص شكاك. طب انا عندي نفس الملمح ونفس الصفه ونفس السمه، ولكن انا غير شكاك بالمره. ممكن حد تاني يقول لي والله حضرتك قلت في فيديو ان لما تبقى الشفه السفلى ممتلئه او غليظه فده معناه ان هو شخص كريم، وعلى العكس ان انا مثلا جوزي او صديقي او احد معارفي عنده هذا الملمح او هذه الصفه ولكن شخص بخيل. فعلى سبيل المثال خد بالك زي ما قلت لك، عشان تكون يعني فعلا متقن لهذا العلم، وعلشان ما نتسببش في ضرر نفسي او اجتماعي لاحد الاشخاص، ما ينفعش ان حضرتك تحكم على الملمح زي ما هو. بمعنى لما حضرتك بتبعت لي صوره، او لما حضرتك بتتواصل معايا علشان اعمل تحليل شخصيه لشخص ما، انا ما بحكمش على الملمح بشكله بصورته، انا بحكم على الملمح بعد ما بقارنه باربع او خمس ملامح، واقول هل هذا الملمح يدل بالفعل على الصفه الملازمه ليه او المصاحبه ليه ولا لا. فهي دي المشكله. فالحقيقه ان التعليق ده يعني كان بالنسبه لي نقطه تحول، ان انا لازم اطلع اتكلم في فيديو، ولازم اقول لاصدقائي المهتمين بتعلم علم الفراسه او احد علوم لغه الجسد. لان بالمناسبه كمان في لغه الجسد يعني انا عملت سلسله فيديوهات قصيره الفتره دي او خلال الاسبوع الماضي، كنت بتكلم فيها عن لغه جسد الخواتم والاصابع، واتكلمنا وقلنا ان لو الخاتم في البنسر، الخنصر في الصباع ده فده معناه ايه، ولو في البنسر فده معناه ايه، ولو في الوسطى، ولو في السبابه، ولو في الابهام. فبرضه ما ينفعش ان حضرتك تحكم على الشخص بمجرد ان انت مثلا شفت بنت بتلبس خاتم في مكان معين، او بتلبس مجموعه خواتم معينه، فما تقدرش تحكم عليها ان هي فيها هذه الصفات غير لما تكون هذه السمه او هذه الطريقه يعني مصاحبه ليها. يعني هذه الشخصيه مثلا لو كانت مديرتك في العمل
على سبيل المثال، او صديقتك في العمل فانت بتشوفها معظم الوقت اثناء العمل، فهل هي ما بتغيرش مكان الخواتم في اصابع اليد على سبيل المثال، ولا بالفعل هي يعني مره في الخنصر، مره في الوسطى، مره في الابهام؟ فاوعى تحكم على الشخص بالصفه او بالملمح غير لما تتاكد من ملازمه هذه الصفه او من ملازمه هذا الملمح للشخص. فعلى سبيل المثال زي ما احنا قلنا، لو الشفه الممتلئه الشفه السفلى غليظه او ممتلئه، فمش هينفع اقول ان ده شخص كريم غير لما هماتشنج معاه على الاقل 4 أو 5 ملامح. فيعني انا الفيديو ده حبيت اتكلم واقول ان انا بعتذر لاي حد يعني تسببت له في ضرر نفسي او في ضرر اجتماعي بسبب علم الفراسه. ومهم جدا ان انا كان لازم اطلع اعمل الفيديو ده علشان اوضح ان يا جماعه السمات او الملامح اللي احنا بنتكلم فيها اوعى تاخد الملمح او السمه بصورته. مهم علشان تكون شخص لديه القدره على تحليل الشخصيات بالشكل الصحيح، انك تبقى فاهم كويس قوي ان الملمح ده لازم نربطه مع على الاقل مع 3 أو 4 أو 5 ملامح بالاكثر، علشان يكون عندك القدره الكامله على اسقاط الصفات على الملمح ده. فارجو من حضراتكم ان انا اكون يعني قد وضحت الصوره مهمة جدا، واعتقد ان هي مهمة جدا لكتير من متابعين علم الفراسة وتحليل الشخصيات، واللي يعني كتير بيسعوا ان هم يتعلموا هذا العلم، وانا بشجعهم جدا. ولكن مهم جدا تبقى عارف ان الملمح لوحده ما تقدرش تحكم على الصفة من الملمح لوحده. فمهم قوي نبقى عارفين ان احنا لازم نماتشنج اكتر من 3 أو 4 ملامح اخرى مع الملمح ده، علشان اقدر اتاكد اذا كان بالفعل هذا الشخص في هذه السمه ولا لا. كمان ارجو من حضراتكم ان انتوا تتعلموا الحاجات اللي ليها علاقه بالعلم نفسه. بلاش نطلع، يعني انا ليه بشوف معظم الناس بتتجه الى اتجاه يعني الرجل الدنجوان والمراه الحوريه وسمات انجذاب الرجل للمراه، ويعني الحاجات دي كلها يا جماعه بتبقى يعني اكثر مواضيع اجتماعيه. ولكن برضو كتير من يعني الزملاء ممكن يعني يعملوا اسقاط على الفراسه في هذه النقاط. يعني هي بالفعل موجوده، ولكن يعني مش من داعي ابراز المعلومه ان انا اطلع اتكلم واقول ان الراجل الدنجوان هو شخص بيتمتع بهذه الملامح. هو بالفعل العلم موجود واقدر اعمل اسقاط، ولكن كمان مهم ان نعرف ان في عوامل مجتمعيه وعوامل اسريه وعوامل ماديه. يعني في عوامل كتير ممكن تؤدي ان الشخص بالفعل يعني ما كانش دون جوان وبقى دون جوان من يعني بعض الامكانيات الماديه او المجتمعيه او البيئيه. فيعني علشان تقول ان الشخص ده شخص يعني زي ما احنا بنقول كده بتاع ستات، وشخص بيحب الجنس الاخر، وشخص بيميل للجنس الاخر، لازم يكون عندك ربط شامل للشخصية دي. لازم انت تذاكر الشخصية دي قوي، ويبقى عندك القدرة على إصدار هذا الحكم، لأن الحكم ده حكم قد يتسبب في خراب بيوت، وقد يتسبب في انفصال أحد الأزواج أو انفصال أحد المخطوبين أو أي اتنين في علاقة. فأنا ما أقدرش. علشان كده عزيزي المتابع، لو أنت بتكمل الفيديو دلوقتي وصلت للبوينت دي بالتحديد، هتعرف ان انا ما عملتش فيديو لحد دلوقتي بتكلم فيه عن الرجل الدنجوان وعن المرأة الحورية، وما ينفعش اعمل حاجة زي كده غير لما يكون عندي البرهان والدليل الشامل على ان هذا الشخص فيه هذه الصفات. فده مهم جدا ان انا كنت اتكلم فيه النهاردة. اتمنى ان انا اكون قدمت فيديو لا يقل اهمية عن الفيديوهات الخاصة بالملامح والتعرف على صفات وملامح الشخص من خلال علم الفراسة وتحليل الشخصيات. ومهم جدا ان حضرتك تشترك في القناة علشان تدعمني، واتمنى انك تترك لي تعليق مناسب على هذا الموضوع، ونصيحة لكل الناس اللي يعني بتتخذ اتجاه الملمح نفسه وليس ربط الملامح. نصيحة ان تكون غالية ليا انا شخصيا، زي ما انا استفدت بالتعليق ده وكان بالنسبة لي نصيحة غالية، استفدت منه كتير جدا، ووجهني ان انا اتكلم في الموضوع ده بالتحديد. لعلي قد افيد يعني حضراتكم
بهذه المعلومات البسيطة. شكرا وأشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم.